ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده للناس اللي بتدور على طريقة العيش البلدي الحبة الكاملة بطريقة صحية ومشبعة يا جماعة. تعالوا معايا. شايفين العيش يا جماعة؟ طري وطعمه يجنن، مفيش قطع من كده. انا زي ما بقولكم في الفيديو كده ان ده عيش الحبة الكاملة بدون اي اضافة تانية غير صحية. معانا هنا خميرة فورية بنحطها في كوباية ونضيف عليها سكر ستيفيا. في ناس بتضيف سكر عادي، في ناس بتضيف عسل عادي، مفيش اي مشكلة، بس انا بديكوا الطريقة الصحية. ومعايا حوالي نص كوباية من المية او كوباية الا ربع، وببدأ ان انا اقلب الخميرة بالسكر الاستيفيا بتاعي زي ما انتم شايفين، واسيب الكوبايه تخمر شويه. معايا هنا بقى دي الحبه الكامله حوالي كيلو او كيلو الا حاجه بسيطه، ومعايا رشه من الملح حوالي نص معلقه، وابدا ان انا اخلطهم مع بعض زي ما انتم شايفين. طبعا هو الدقيق اللي للاسف الاضاءه ظلمه لون الدقيق، يعني هو الدقيق مش ابيض يا جماعه. هنا بقى بضيف كوبايه الخميره بتاعتي بعد ما خمرت شويه، وابدا ان انا اقلبهم مع بعض واضيف ميه تدريجيا يا جماعه. ما اضيفش الميه واحده واحده علشان العجين ما يتعجنش معايا. انا ببدا ان انا اضيف واحده واحده وامزجهم مع بعض لحد ما اشوف العجينه معايا في ايدي هتبقى عامله ازاي. زي ما انتم شايفين واحده واحده اهو، وابدا ان انا الم العجينه بتاعتي. عايزه اقول لكم يا جماعه ان ملمس دي الحبه الكامله غير الملمس دي الابيض نهائي. ده تحسه في ملمسه كده تقيل شويه. زي ما انتم شايفين بضيف الميه وابدا ان انا اعجنهم كويس. وعندي هنا بقى زيت زيتون حوالي مقدار معلقتين كبار من زيت الزيتون. زيت الزيتون بيخلي العجينه بتاعتي طريه، وطبعا يبقى طعمها تحفه ويجنن. الوصفه دي يا جماعه حلوه جدا للناس اللي عندها مقاومه انسولين، حلوه جدا للناس اللي بتعاني من سكر في الدم، يعني طريقه صحيه ومشبعه كمان. وطبعا للناس اللي بتعمل الدايت ده طبعا يعني. وزي ما انتم شايفين ابدا ان انا اعجن فيها حوالي 10 دقايق. عندي عجانه ما عنديش مشكله اعجني فيها، عندك ما عندكيش سوري اعجني زي الطريقه دي بالظبط. زي ما انتم شايفين ابدا ان انا اعجنها كويس والمها كلها. اعرف منين ان هي اتعجنت كويس؟ لما ما يكونش فيه اي دقيق في ايديا وانا بعجن، بتكون العجينه اتلمت معايا. وابدا ان انا اريح العجينه وادهنها كده زي ما انتم شايفين بزيت زيتون، وابدا ان انا اغطيها بكيس بلاستيك او الاكياس اللي هي كلينج فيلم لو عندي، واجيب فوطه نظيفه عندي واروح مغطياها واسيبها حوالي من ساعه لساعه ونص. هنا بعد ما اتخمرت معايا بعد حوالي ساعه ونص، بسم الله ما شاء الله، شايفين دي وانا بشيل العجينه بتقول ان العجينه بتاعتي ارتاحت بوقت كويس والعجينه كويسه. وابدا ان انا اقسمها لكرات لان انا هعمل عيش من البلدي. فالكوره بتاعتي ولا تكون كبيره ولا تكون صغيره، على قد القرص الرغيف بتاعي. زي ما انتم شايفين انا والله العظيم الاضاءه ظلمه اللون الدقيق. زي ما انتم شايفين كده ابدا ان انا اقسمها. حوالي الكيلو اخد معايا حوالي من 12 ل 15 رغيف. يعني في ناس بتطلع تقول ان النص كيلو بيطلع 15 رغيف. ده من انهي جهة ومن انهي كلام ده يا جماعة؟ ولا انتوا بتضيفوا اضافات تانية مثلا؟ بس دي الطريقة الصحية للناس زي ما بقولكوا اللي بتعاني من الانسولين، بتعاني من سكر الدم، بتعاني ان هي مش بتعرف تخس. زي ما انتم شايفين بصوا اصلا ده دي الحبة الكاملة. بحاول اجيبه لكم بصورة اقوى. بس النقط البني دي مش موجودة في الدقيق الابيض. زي ما انتم شايفين اهو. طبعا في تاني على فكرة بس انا بوريكم. هنا بقى بسيبها حوالي 10 دقايق ترتاح تاني، وابدا ان انا افرد الكور اللي معايا دي، اعملها اقراص عيش مدورة، او حابة تعمليها حاجة تانية اشكال تانية عادي براحتك، بس دي الطريقة التقليدية بتاعتنا. زي ما انتم شايفين طبعا بفردها، ما بخليهاش سمكها ولا تقيل ولا تخين ولا رفيع. ده السمك المظبوط اللي احنا عايزينه. وابدا ان انا انفض الدقيق من عليها
اهو بسويها الاول. طبعا اول قرص ده بيبقى طبعا في اي حاجة هو مش بيبقى مظبوط زي التاني والتالت وهكذا. وادي القرص التاني او الرغيف التاني، وافردها بالنشابة بتاعتي مرة طول ومرة عرض زي ما انتم شايفين اهو. بحاول ان انا اديها شكل الدايرة كويس. في ناس ممكن تفردها كلها على بعض، ولو عندها حاجة دايرة بتقدر ان هي تقطعها على شكل الدايرة، مثلا غطا حلة، سلطانية كبيرة وهكذا، لو مش عارفة تعملي او تظبطي شكل الدايرة بتاعتك بالنشابة. فزي انتم ما شايفين ما شاء الله العجينة جميلة يا جماعة، جميلة. عايزة اقولك ان دي وصفة غنية واقتصادية وغنية بالالياف جدا، وزي ما قلت لكم بتنفع للناس اللي عندها مقاومة انسولين. وهو اصلا العيش اصلا لو جربتي الوصفة دي هو طري من بره ومن جوه وخطير، طعمه يجنن بجد زي ما انتم ما شايفين اهو. وابدا بقى بعد ما افرد اغطيه، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. انت اللي تقدري تتحكمي في حجم العيش بتاعك، عايزاه كبير عايزاه صغير. هو على فكرة هو صغير، هو وسط يعني، احنا عاملينه تقريبا وسط، بس هي الكاميرا طبعا جايبه ان هو كبير. وطبعا ظلمه زي ما قلت لكم اللون هنا بقى بنغطيه يا جماعه ونريحه برده حوالي 10 دقايق، ونجيب طاسه سخنه من دون اي اضافات زيت او اي حاجه دهنيه خالص. هي بس طاسه تكون زي الجرانيت او السيراميك، وبنخليها سخنه ونبدا ان احنا نحط العيش عليها زي ما انتم ما شايفين 10 ثواني بالظبط. وبعد كده بنقلبه الجزء التاني زي ما انتم شايفين اهو. ما شاء الله ما شاء الله بجد خطير يا جماعة، خطير. جربوا الطريقة دي مش هتندموا. شايفين بسم الله ما شاء الله هيبدأ ان هو يتنفخ اهو. في ناس بتحب تحطه في الفرن مفيش مشكلة، بس دي الطريقة الاسهل خالص ان هي نعملها في الطاسة سخنة. بصوا شايفين ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا بيتنفخ ازاي، جميل يا جماعة، جربوها مش هتندموا بجد. بصوا حلاوتها يا لهوي، خطيرة ما شاء الله، خطيرة بجد. انا بحاول اجيب لكم كل التفاصيل بتاعتها. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. على كل جنب حوالي 10 ثواني. شايفين التفاصيل، تحفة تحفة تحفة. عيش صحي وآمن للدايت وللناس اللي عندها مقاومة انسولين والناس اللي عندها السكر درجة اولى. حاجة كده جميلة واقتصادية وخفيفة على المعدة.